هل أخدت بالك قبل كده إن في فئة معينة من الناس عايشين حوالينا مش ظاهرين خالص وكأنك مش حاسس بوجودهم؟ تلاقي صوتهم هادي، مش بتوع مشاكل، مش بتوع فشخرة، وطلباتهم مش كتيرة، بالعكس تلاقيهم دايما بيصغروا من نفسهم عشان ما يكونوش عبء على حد. بس لو قربت منهم أكتر هتلاقي إن في حزن عايش جواهم، في الطريقة اللي بيترددوا فيها قبل ما يتكلموا، وكأنهم مقتنعين إن كلامهم مش مهم لحد. دول غالبا بيكونوا النسخة الكبيرة من أطفال اتعرضوا للحرمان العاطفي. والحقيقة إن شعورهم بالوحدة ما بدأش امبارح أو من سنة فاتت، ده بدأ من سنين طويلة. بدأ في المكان اللي كان مفروض يكون أكتر مكان أمان بالنسبة لهم، وهو البيت. لما الناس تسمع كلمة حرمان بتفكر على طول في طفل مش لاقي ياكل أو طفل نايم في الشارع. لكن الحرمان العاطفي ما هوش أقل خطورة على الطفل، وممكن يكون تأثيره أخطر كمان، لأنه بيكون مش واضح، يعني مش بيسيب علامة ظاهرة زي كدمات في الجلد مثلا فأي حد يقدر ياخد باله. والناس اللي كبرت بالطريقة دي هم نفسهم ممكن يكونوا مش مدركين بيه، بس حاسين إن في حاجة غلط. اتعلموا في طفولتهم إن مشاعرهم مش مهمة، ودي أكتر حاجة بتخلي الطفل يحس إنه مش مرحب بيه. وبالتالي الطفل قرر هنا إنه ينسحب ويسكت عشان يقدر يعيش وما يتألمش تاني نفس الألم، إن محدش حاسس بمشاعره أو مديله اهتمام أو بيلبيله احتياجاته. في دراسة في علم النفس أثبتت إن الأطفال مش محتاجين أهل مثاليين، بس محتاجين يحسوا إنهم متشافين وإن أهلهم فاهمينهم. يعني مثلا لما الطفل يعيط يلاقي حد يحتويه، لما يكون خايف يلاقي حد يطمنه، لما يكون مبسوط يلاقي حد يشاركه فرحه. ولما ده مش بيحصل، لما يكون الأهل مشغولين طول الوقت أو عندهم ضغوطات أو هم نفسهم غير متاحين عاطفيا، الطفل بيحس كأنه مش موجود بالنسبة لأهله. ولما الإحساس ده بيفضل الطفل شايله لسنين طويلة، بيكون حمل كبير جدا عليه، وبيقرر إنه يبعد وياخد جنب، وكأنه هو اللي بيقرر إنه هيلبي احتياجاته بنفسه. وهنا بتتكون الطفولة المفقودة. يعني الطفل بدل ما يكون فيها حر وبيكتشف العالم حواليه بكل حرية، هنا بيبدأ ياخد دور مش دوره، وهو مثلا إنه يبدأ يحسس نفسه بالأمان اللي اتحرم منه بطريقته. هتلاقيه بيستخبى طول الوقت مثلا تحت السرير أو في الدولاب أو تحت الترابيزة، لأنه بيحاول يخلق عالمه الخاص اللي يحس بيه بالأمان. أو مثلا الطفل يكون هو المسؤول عن أخ أصغر منه أو أخت أصغر منه، وبرضه في الحالة دي هو بيقوم بدور مش دوره. أو إن الطفل يكون متحمل مسؤولية مشاعر أهله. كل دي علامات على طفولة ما اتعاشتش، ومشاعر فضلت متخزنة جوه الطفل دوت، وإنه اتحرم إنه يكون على عفويته. ناس كتير مفكرة إن مشاعر الطفولة هي حاجة إحنا بنكبر وبنسيبها في الماضي، بس الحقيقة إنها بتفضل متخزنة جوانا، وبتظهر في تعاملاتنا مع الناس، في علاقاتنا مع اللي حوالينا، وفي نظرتنا لنفسنا. موجودة في الطريقة اللي الناس بتتجنب فيها أي مواجهة، خايفين مثلا من الهجر أو إن حد يفهمهم غلط. موجودة في الطريقة اللي الناس بتختار فيها إنها تتصرف بمثالية زيادة عن اللزوم أو إنها تكون perfectionist. موجودة في الطريقة اللي الناس حاسة بيها إنها دايما مش كفاية، وإنها دايما أقل من اللي حواليهم، أو إنهم ما يستاهلوش إنهم يكونوا محبوبين لنفسهم. الأطفال مش بتتعلم بس عربي وحساب وغيره من المواد، الأطفال بتتعلم برضو تكتم مشاعرها. الاتع- الأطفال اتعلموا برضو طريقتهم إنهم يكونوا في أمان، وده بيوضح ليه في ناس طول الوقت حاسة بالوحدة حتى وهم وسط ناس تانيين، أو طول الوقت حاسين بقلق وعدم أمان مع إن حياتهم الحالية ما فيهاش فعلا أي خطر حقيقي. بس جهازهم العصبي اتعود من الطفولة إنه يكون طول الوقت مستعد للخطر، الخطر اللي ممكن يجيله أي وقت، لأنه محسش بالأمان في طفولته. عقلنا مش بيستوعب الإحساس بالأمان والنجاح في الوقت الحاضر بس، لكن دايما بيربطه بمشاعر الطفولة. وده بيثبت ليه في ناس مهما بتحقق نجاحات في حياتها بتفضل برضه طول الوقت حاسة إن دوت مش كفاية.
لأن ده صوت الطفل اللي جواه اللي طول عمره فضل حاسس إنه مش كفاية. المشاعر مش بتختفي لما نتجاهلها، لكن مش بيكون ليها تأثير كبير لما نقدر نفهمها ونعرف هي جاية فعلا منين. في مدرسة في العلاج النفسي بتقول إننا ممكن نكون الأب والأم للطفل الداخلي اللي جوانا، وندي لنفسنا الاهتمام اللي اتحرمنا منه. وده مش لوم للأهل، الأهل عملوا كل اللي يقدروا عليه، ولو كانوا يقدروا يدونا أكتر كانوا يدونا أكتر وبكل حب. ويمكن كتير من الأهل هم نفسهم اتعرضوا لحرمان عاطفي. ده مش مبرر للأذى اللي حصل، لكنه بيوضح ليه دوت حصل. التعافي طبعا ممكن، لكنه مش حاجة سهلة، لأنك بتواجه حاجة مش موجودة قدامك. أنت بتواجه الطفل الداخلي اللي جواك، وبتقول له إنك عارف إنه تعرض للأذى، وإنه ملهوش ذنب، إنه ما حصلش على الرعاية والاهتمام والحب اللي يستحقهم، وإن المشكلة ما كانتش فيه هو، وإنه يستاهل كل الحب. ساعتها ممكن تحس بحزن شديد على اللي اتعرضت له كطفل. اسمح لنفسك إنك تحس بالحزن ده، وده يمكن يكون أول تواصل بينك وبين طفلك الداخلي. بدل ما تسأل نفسك إيه الغلط فيا، اسأل إيه اللي حصل معايا. طريقة السؤال غيرت كل حاجة، من إنك بتلوم نفسك على حاجة ملكش ذنب فيها، لإنك بتظهر تعاطفك مع نفسك. أنا عارف إنك اتعرضت للأذى، وأنا عارف إنك ملكش ذنب في اللي حصل، وإنك كنت تستاهل كل الحب والرعاية والاهتمام اللي أنت تستحقهم، وإن المشكلة ما كانتش فيك أنت. ممكن تمسك ورقة وقلم وتسأل نفسك، أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ وإيه اللي أنا فعلا محتاجه؟ يعني مثلا لما تحس بالحزن ادي لنفسك الفرصة إنك تحس بمشاعرك من غير ما تهرب منها. لما تحس بالفرح ادي لنفسك الفرصة إنك تفرح بجد. لما تحس بالقلق طمن نفسك. انتوا عارفين إن في ناس ما بتعرفش تبين حزنها، مش عشان هي مش حزينة، لكن عشان مش قادرة تسمح لنفسها إنها تبين مشاعرها، ودي حاجة صعبة جدا. وفي ناس برضو مش بتعرف تفرح أبدا، مهما كان عندها مناسبات أو إنجازات تستحق إنها تفرح لها، لكن تلاقي إنها مش قادرة تفرح أو تتنطط أو تعبر عن فرحتها. وكل ده بيعبر عن طفولة مفقودة وأجزاء من نفسنا لسه ما اكتشفناهاش. إنك يكون عندك إدراك بالمشكلة الحقيقية هي أول الطريق للتعافي، وإنك تخرج من أوهام كتير إحنا عايشين فيها وملهاش علاقة بالواقع. وأشوفكم الحلقة الجاية.